ازاي تشتري لابتوب مناسب للمونتاج؟ كنت عملت جزء اول ممكن تشوفه من الاي هنا او هنا، كنت بتكلم فيه عن انك ازاي تشتري ديسكتوب مناسب للمونتاج. قبل اي حاجه يا جماعه، شكرا على الدعم الرهيب على الفيديو اللي فات. الفيديو اللي فات هو اعلى فيديو على القناه من حيث الارقام، كان رائع. كلمه شكرا ما تكفيش الدعم اللي انتوا بتدعموني بيه، وانا دايما ببقى مقرر ان انا خلاص مش هتاخر وانزل الفيديو في وقته ويطلع ظرف كده من تحت الارض الحمد لله. الحمد لله. اعمل لايك واشترك يلا حالا ويلا بينا على الفيديو. وجب التنويه ان انا اخطأت في الفيديو اللي فات لما قلت على كروت AMD انها ما تنفعش للمونتاج. فعلا كروت AMD القديمه فهي ادائها متواضع جدا 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 في المونتاج، لكن كروت AMD الجديده 5000 و6000 و7000 الكروت دي قويه جدا في المونتاج. كروت زي 5000 و6000 و7000 دول بيدعموا الانكودرز الجداد، حتى كمان من اول جيل 6000 لحد 7000 دول بيدعموا انكودر AV1، والانكودر ده سفاح في الستريمينج. بس برضو خلي بالك انك لو هتستعمل برامج زي برامج ادوبي بتعتمد بشكل اساسي او بشكل اكتر على انويه كودا، كروت انفيديا هتكون افضل شويه منهم، لكن كروت AMD الجديده هي كمان ممتازه في المونتاج. اعتذر عن الخطا. يلا بقى نخش في اساس موضوعنا النهارده، وهو ازاي تشتري لابتوب للمونتاج. اللابتوب بيستخدم نفس طريقه الديسكتوب او الكمبيوتر العادي في الشغل او في العمل، بس ده ما يمنعش ان في بينهم اختلاف كبير. كنت قلت لك في الفيديو اللي فات انك لازم تسال نفسك 5 اسئله عشان تشتري جهاز مناسب للمونتاج، لكن المره دي هنسال نفسنا 4 اسئله بس، ده لان السؤال الخامس هو اللي هيوجهك لللابتوب اصلا. اول سؤال، كام الميزانيه اللي معاك فلوس قد ايه؟ والسؤال الثاني، حجم الريزوليوشن اللي انت هتشتغل عليه؟ والاهم من كل ده، ايه نوع المونتاج اللي هتعمله، اذا كان مونتاج تقيل او مونتاج خفيف؟ واخيرا، ايه انواع البرامج اللي انت هتستعملها؟ الميزانيه هنا امرها مختلف، احنا بس بنحددها عشان نعرف هندور فين، لان ده لابتوب جاهز مش تجميع هنجمعها من الصفر. لو ميزانيتك مفتوحه قوي واستخدامك مونتاج تقيل جدا وما يهمكش الفلوس خالص، روح لماك بوك برو باعلى شريحه تقدر تجيبها وما تشيلش هم حاجه خالص. انما انا اصلا عندي وجهه نظر، وهي ان اللابتوبات مش موجهه للفئه الاقتصاديه او الفئه المنخفضه. رب الغجر اللي انا عايش معاه، ساكن وسط غجر الساعه 2 بالليل. كلامي هنا على اللابتوبات اللي انت هتستخدمها في الجيمنج او في شغل تقيل. في لابتوبات باسعار اقتصاديه، لكن اللابتوبات ديت يقتصر عملها على العمل او الشغل المكتبي، لانهم بيكونوا ضعاف جدا على الجيمنج او الشغل الاحترافي ايا كان ايه هو. يعني اللابات الرخيصه دي بتكون موجهه للمايكروسوفت اوفيس والاكسل والوورد. ده انتوا علوة. تاني سؤال هو حجم الريزوليوشن. زي ما كنت اتكلمت في الفيديو اللي فات انك لو هتشتغل على 4K فانت مش هينفع تنزل عن 32 جيجا نهائيا. تحديد النقاط دي في التجميع هي بتخلينا نختار القطع زي ما احنا عايزين براحتنا، لكن في اللابتوب انت مجبر باللي الشركه حطاهولك في اللاب، ومعاك امكانيه تطوير لكنها محدوده جدا جدا. التطوير في اللابات والمنتشر بيكون هو تغيير الرامات او تعليه الرامات وتغيير التخزين. بس خلاص هنفكر في ايه؟ هما دول بس. كان في لابات قديمه كان ممكن انك تغير فيها البروسيسور، بس برضو كان بيكون بحدود، وكان البروسيسورز دول مش متوفرين كفايه في السوق، وصعب انك تعرف تجيب البروسيسورز دول. لكن الكلام ده كان زمان، دلوقتي تقريبا كل اللابات البروسيسور بيكون ملحوم على البورد، فنقطه التطوير هنا هي محدوده جدا جدا جدا. فلازم تختار القطعة بشكل دقيق عشان ما تجيش بعد فترة سنة أو سنتين تلاقي إنه ما بقاش مكفي لاحتياجك في الشغل. حصلت معايا زمان. معقولة تكون وصلت لحد هنا ولسه عملتش لايك سبسكرايب؟ مش معقول والله. اعمل يلا دلوقتي. نبدأ بالمعالج المركزي أو CPU. المعالج بيحتاج طاقة عشان يشتغل ويقوم بالعمليات بتاعته، وأحيانا بيحتاج طاقة كبيرة جدا عشان يقوم بالكم الهائل من المعلومات اللي بيعمله كل ثانية. لكن طبعا استهلاك الكم الكبير ده من الطاقة بيتولد في النهاية لحرارة، لكن الحرارة ديت لازم نشتتها او اننا نبردها بشكل كويس. طب ازاي هنعمل ده في اللابتوب اللي حجم جسمه محدود وبطاريته كمان قدرتها محدودة؟ فالشركات لجأت انها تصنع قطع مخصوص لللابتوب. هي بتكون قطع عادية، لكن الفرق ان استهلاك الطاقة فيها بيكون اقل بكتير من الديسكتوب. فخلي بالك من النقط دي وانت بتختار معالج مركزي لللابتوب بتاعك. اولا عدد الانوية والمسارات. انا هفضل عند رأيي
رايي في ان 4 انواع و8 مسارات هو الحد الادنى تماما دلوقتي انك تبدا بيه. اقل من كده هيشغلك برضو، يعني القناه اللي انت شايفها قدامك دي اصلا شغاله على 4 انواع و4 مسارات، لكن انا بقدم لك الخيار الافضل عشان تكون مرتاح. تاني واهم نقطه في اللابات وهي فئه المعالج نفسه. زي ما قلت لك ان الشركات عامله نسخ مخصصه لللابتوبس. ايه هي النسخ ومين هم الشركات؟ عندنا شركتين اساسيين هم انتل واي ام دي، وفي شركه دخيله دخلت عليهم وهي كوالكوم. كوالكوم بتاعت سناب دراجونز اللي بتعمل معالجات للموبايلات. حاليا هي عملت معالجات لللابتوب وادائها خرافي، لكن انا مش هتكلم على اللابتوبات ديت لانها نازله من حوالي شهر او شهرين، فلسه ما خدتش وقتها بشكل كافي اننا نحكم عليها بشكل دقيق. فنتكلم عن انتل واي ام دي. انتل عندها فئه الكور اي، وحاليا فئه الكور اي اتغيرت وبقى اسمها الترا، وبتبتدي من الترا 9 او كور اي 9، الترا 7 او كور اي 7، والترا 5 او كور اي 5، والترا 3 او كور اي 3. انما اي ام دي عندها رايزن، وهو رايزن 9، رايزن 7، رايزن 5، رايزن 3. الرقم الاعلى هو الاقوى في جيله. في نقطه مهمه جدا في اسامي المعالجات في اللابات، وهي الحرف اللي بيكون موجود في اخر اسم المعالج. في انتل مثلا عندنا حروف اساسيه وهي الاتش والاتش كيو واليو. في انتل لو المعالج اخره حرف يو ده معناه ان هو استهلاكه للطاقة قليل جدا، ده عشان يوفر في عمر البطارية ويديك حرارة اقل، لكن طبعا النتيجة هتكون سرعة قليلة او بيس كلوك قليلة وتربو قليل جدا للمعالج، فالمحصلة النهائية اداء منخفض. ده مش هينفعنا تماما. لكن عندنا الاتش والاتش كيو دول الكلوك بتاعتهم كبيس كلوك وتربو بيكونوا كويسين جدا وبيدونا اداء محترم جدا، لكن طبعا استهلاك الطاقة فيهم بيكون اعلى وطبعا بيطلعوا حرارة اعلى، فبالتالي عمر بطاريه اقل. انما في اي ام دي عندك اتش اكس واتش واتش اس ويو وسي. الاتش اكس هو الاقوى فيهم لكنه طبعا الاغلى منهم، ويجي تحتيه هو الاتش قوي برضو لكنه اكيد طبعا اضعف من الاتش اكس واستهلاك طاقته اقل، فبالتالي برضو حراره اهدى شويه من الاتش اكس. واقل منهم خالص هو واليو استهلاك طاقه قليل فبالتالي حراره قليله وبرضو اداء اقل. وعندك السي ده الالترا في استهلاك الطاقه القليل، ده ما ينفعش تماما في الشغل بتاعنا ابدا. في عندك موديل واقع كده في النص وهو الاتش اس. الاتش اس هو ما بين الاتش واليو، يعني هو اضعف شويه من الاتش واقوى شويه من اليو، حاجه في النص ما بينهم. يعني تلخيص عشان ما تتوهش، في انتل معاك اتش واتش كيو وابعد عن اليو، في ام دي معاك اتش اكس اتش اس وابعد عن اليو والسي. تاني نقطة مهمة وهي كروت الشاشة. عندنا شركتين أساسيين وهم نيفيديا واي ام دي. برضو كروت الشاشة في اللابات بيكون في منهم نسخ مخصصة لللابتوب نفسه، طبعا بيكون استهلاك طاقة أقل، وبرضه في نسخ بيكون نفس الاسم بتاع الديسكتوب لكنهم بيكونوا اضعف كعدد كورز داخليه للكارت نفسه او حتى الفي رام او الذاكره بتاعه كارت الشاشه. طيب تخلي بالك من ايه؟ في نيفيديا احنا عايزين كروت جي تي اكس الجديده، او من اي ام دي عايزين كروت ار اكس الجديده. نيفيديا عندها كروت اسمها ام اكس. الكروت ديت للاستخدام المكتبي، يعني بص مش هينفعوا، ابعد عنهم خالص، يعني اخرك فيهم العاب اي سبورت على خفيف، بس هم ككروت هم كروت ضعف. تاني كروت ودول منتشرين في الاجهزه الاستيراد اللي بتتباع في مصر بكثره شديده جدا. استيراد يا شباب يعني الاجهزه اللي جايه من بره مصر وجايه مستعمله، ده معنى كلمه استيراد. بيكون فيها كروت كوادرو طبعا على دماغنا من فوق ما نقدرش نتكلم عنه، لكن انا بتكلم على الكوادرو القديم. الكوادرو القديم هي كروت ضعيفه جدا، ادائها متواضع جدا جدا جدا، وطبعا كلهم الدعم بتاعهم متشال من على برامج المونتاج اساسا انهم كروت قديمه جدا، فبالتالي هم كروت ضعيفه جدا. خليك في الجي تي اكس الجديد او الار اكس من 5000 لحد 7000، لكن خلي بالك دعم انكودر اي في 1 بيبدا من جيل 6000 عند اي ام دي. الرامات بعد كده فيها نقطة مهمة جدا جدا. في لابتوبات الرامات أنا عملت إيه في حياتي عشان بدول جيراني؟ بجد والله أنا عملت إيه؟ في لابتوبات الرامات بتكون ملحومة في البورد ذات نفسها، فده إمكانية التطوير فيه مستحيلة، خلاص مش تقدر انك تعلي الرامات. فاتاكد ان اللابتوب اللي هتشتريه فيه امكانيه انك تعلي فيه الرامات، هو خانقه اصلا ومحجمك في التطوير فمش هيكون الرامات كمان. انما بقى التخزين وهو من اهم النقط في اللابتوب حجمه اصلا محدود،
فبالتالي عدد الهاردات اللي ممكن يركب في اللاب برضو هو عدد محدود. ممكن اللابتوب لو هو لابتوب جديد هيكون M.2 او NVMe على البوردز نفسها، ويكون في مكان تاني لهارد 2.5 انش ده نفس حجم ال SSD الساتا، في برضه هاردات بنفس الحجم. فبرضه امكانيات التطوير هنا محدوده جدا، فلازم تخلي بالك كويس وانت بتشتري ان المساحه اللي انت هتجيبها هتكون كافيه ليك. برضه تتاكد ان ال SSD يستحسن يكون M.2 او NVMe، وبرضه تقدر في المستقبل انك تغيره براحتك. في نقط مهمه جدا الناس ما بتهتمش ليها لما تيجي تشتري لابتوب، وهو عدد المداخل والمخارج وانواعهم الموجودين في اللاب. في اللاب انت بتاخد اللاب زي ما هو، انت مش هتقدر تغير فيه حاجه، فلازم تتاكد ان المداخل والمخارج اللي جايه في اللاب هتكون مكفيه لاحتياجك انت، وده بيعتمد عليك انت على حسب كل شخص واحتياجاته. يعني مثلا في كام يو اس بي، اليو اس بي جيل كام، يو اس بي 2 ولا يو اس بي 3 ولا يو اس بي 3.2، في تايب سي ولا لا، التايب سي بيدعم الثاندر فولت ولا لا، لو في مدخل لان، مدخل اللان ده سرعته قد ايه، ونوع الواي فاي اللي في اللاب بيدعم واي فاي جيل كام. كل النقط دي تفضيلات شخصيه من شخص للتاني حسب طريقه استخدامه، فبرضه خلي بالك منها اثناء ما انت بتشتري. واخيرا الشاشه، لازم تختار شاشه تكون مناسبه، لان برضه الشاشه هي جزء من اللابتوب. بص هقولك تعمل ايه، ركز انك تجيب بانل IPS، ولو قدرت تجيب ريزوليوشن عالي 4K مثلا هيسهل عليك جدا جدا عمليه الشغل. هو في متغيرات كتيره قوي في الشاشات، وفي بانل IPS وبانل IPS الاثنين مختلفين عن بعض تماما، مع ان الاثنين IPS، بس ده احنا ما نقدرش نختبره بنفسنا لان بيكون ليه اجهزه مخصصه. هي الشركه بتقول لك والله الشاشه بتاعتي بتدعم الكم الفلاني من تشبع الالوان في كل رينج من الالوان، بس انت في الاخر معكش الجهاز اللي بيقول لك هل الكلام ده صحيح ولا لا. فاحنا بنحاول على قد ما نقدر نختار المتغيرات اللي نقدر نعرفها بنفسنا. فلما تيجي تشتري لابتوب في نقطه مهمه جدا، انك لازم تشوف ليه مراجعات كتيره، وتشوف اكتر من مراجع. ما ينفعش تشوف مراجع واحد بس، تشوف اكتر من مراجع عمل مراجعه لنفس اللابتوب وقارن كلامهم ببعض، لان ممكن يكون في مراجع بيعمل دعايه للشركه وخلاص، بس هو مش هيقول لك العيوب اللي فيه. فلازم تشوف اكتر من مراجعه وتقارنهم ببعض. انما بقى لو انت بعد كل اللي سمعته مني اتقفلت من اللابتوب خلاص ومش عايزه وعايز تجيب ديسكتوب، فاتفرج على الفيديو ده هتعرف فيه كل النقط اللي هتحتاجها وانت بتجمع الديسكتوب بتاعك. اهم حاجه ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. خلاص احنا قربنا على ال1000. سلام.